السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءك أهلاوي. أول حاجة يا جماعة حابب أبدأ بها حلقة النهاردة. كلمة قالها الأستاذ أحمد فهيد، هو إعلامي سعودي، قالها على عبر قناة MBC. قال إيه الأستاذ أحمد الفهيد؟ قال لك التاريخ يقول أن فوز الأهلي هو القاعدة وفوز الزمالك حالة شاذة. الفريق الأحمر كعبه عالي، ليس محليا ولا أفريقيا بل عالميا، وظهوره المشرف في كأس العالم خير دليل. أتشرف أنني عاشق لهذا الكيان. مش انت لوحدك يا استاذ احمد، والله كلنا بنتشرف باننا عشاق لهذا الكيان. وده عايز اوصل بيها يا جماعه من الكلمه اللي انا قلتها في بدايه حلقتي دي. عايز اوصل لكم يا جماعه ان لازم كل الاهلاوي يعرف ايه هو الاهلي عالميا، ايه الاهلي افريقيا، ايه هو الاهلي، وايه مكانه الاهلي في عيون العالم بالعربي بصفه عامه. يقول لك الاهلي، الراجل بيقول لك اتشرف انني عاشق لهذا الكيان. عايز اوصل يا جماعه ان انا لما بنتقد اي حاجه، مثلا مدير الفني الاهلي كولر على طريقه لعبه، على اندراج الفايز ثلاثه، لان انا الحمد لله احد الجمهور اللي عارف يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه النادي الاهلي محليا، يعني ايه النادي الاهلي افريقيا، يعني ايه النادي الاهلي نادي القرن، يعني ايه النادي الاهلي في عيون الخليج. عشان كده انا لما بنتقد مارس كولر، ده السبب ان انا بنتقد، لان انا شايف ان النادي الاهلي يستاهل مكانه احسن من اللي هو فيها حاليا. يستاهل انه يبقى في مكانه زي مثلا زي اي نادي بيمسكه مدرب كبير في اسبانيا، زي ريال مدريد، زي حاليا مانشستر سيتي في انجلترا. النادي الاهلي يبقى هو محتل القاره، بس مفيش فريق ياكل معانا. مش كل ما لنا سنتين اهو خسرنا الدوري السنه الثالثه، السنه دي المفروض يكون لنا رده فعل. قاعدين الزمالك بيقع بالنقط، ولحد دلوقتي بعد فوزك على الزمالك وصلت الثمان نقط. انت لو ما كنتش ضيعت نقط كنت دايما دلوقتي فرقت بال 20 نقطه وده كان السنه زي دي، انت بعد خسرتين دوري لازم فريق زي النادي الاهلي كان خلص الدوري بدري بدري، ما كانش ضيع كميه البناط اللي ضيعها دي. وانا شايف عشان كده لما انتقدت مارسيل كولر، لان شفتوا يا جماعه ان هو مدرب له دور كبير في ان الاهلي بيفقد النقط دي. مدرب كان كل المباريات المتقفله تغييراته كلها لاعب بيلعب في نفس المركز. فبيقولنا يمكن ده طبعك يا عم كولر. جه امبارح اللي زعلني بقى من حاجه عملها مارسيل كولر، ان انت امبارح شايف، يعني انت قلنا يمكن انت على طول خطتك انت بتحبش تغير في اماكن اللعيب وتغير بطريقه اللعب ولا مؤاخذه. يعني انت على طول بتنزل لاعب بيلعب في نفس المركز، لانك امبارح لعبت بدل اتنين نص دفاع اللي انت بتلعبها لنا على طول. لان لقيت المباراه باربعه نص دفاع، حمدي فتحي واليو ديانج ومروان عطيه واحمد نبيل كوك. ده اللي بقى يزعل. ده يا جماعه مش النادي الاهلي، ولا ده اللي يتلعب فيها الطريقه دي اللي يتلعب بيها في النادي الاهلي. يا جماعه بقول لكم، شوف الاعلاميين بره بيقولوا علينا النادي ايه، بيقول لك ان التاريخ يقول ان فوز الاهلي هو القاعده وفوز الزمالك حاله شاذه. وده فعلا يا جماعه، احنا عايشين في الواقع وشايفين. الزمالك فاز كام مره على الاهلي من ساعه انت اللي بتتابعني ما شفت كوره في الدوري. انا بقول لك في الالفيه الجديده تقريبا الزمالك ما فازش على الاهلي ثلاث اربع مباريات في الدوري في الالفيه الجديده من سنه 2000. لا احنا في 2023، ففي فرق كبير يا جماعه بين الاهلي والزمالك. امبارح قريت احصائيه قالوها على اون سبورت، قال لك الزمالك لم يفز على الاهلي، يعني لم يفز على النادي الاهلي منذ عام 2003 2004 في الدور الاول. الزمالك ما فازش علينا من 2003 2004 في الدور الاول، احنا في 2003، النهارده اسمها احنا بقينا في 2023 يا جماعه. يعني يعني طبيعي ان الاهلي طول عمره متفوق على الزمالك، فالناس ما تقولش ده فاز 3-0 يعني هو مدرب. طبيعي الاهلي بيفوز على الزمالك باي مدرب، فزنا بحسام البدري، فزنا بمحمد يوسف، فزنا بمحمد يوسف بدل الدوري، فزنا في افريقيا كمان بمحمد يوسف، فزنا بمدربين كتير، فزنا فتحي مبروك، فزنا بالكابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي، فزنا بموسيماني، فزنا بغيره وغيره، فزنا معظم المدربين اللي مسكوا الاهلي فازوا على الزمالك. لان ده الطبيعي يا جماعه ان الاهلي بيكسب الزمالك. لكن انا بقول حاجه، انا شايفها كمدرب، انا مش شايف ان هو مدرب بيليق باسم النادي الاهلي لا اكتر ولا اقل. والله لو اتغير انا اول واحد هبقى مبسوط بكده، وانا اللي هشكر فيه اول واحد. فالناس ما تقولش ان انت انا بعض الاصدقاء اللي بيقعدوا معايا انت ليه جاي على المدير الفني كده. فانا حابب اسال يا جماعه، لو 10 بيشوفوني مين احسن، انت بسالك كده انت اللي بتشوفني، مين احسن مدرب في العالم؟ لو سالت 10 مش على الاقل 8 منهم هيقولوا جوارديولا، ولا انا غلطان؟ على الاقل 8 هيقولوا جوارديولا. طب ليه انتوا ما سالتوش نفسكم الثمانيه اللي هيقولوا جوارديولا، قالوا جوارديولا ليه احسن مدرب في العالم؟ ليه؟ لانه راجل يا جماعه بيلعب كوره هجوميه، اللعيبه كلها بيلعب ممكن بطريقه 4-1 4-1، والباكين زايدين على طول، اذا كان كانسيلو كله عارف كورته هجوميه ازاي، اذا كان ووكر بيزيد ازاي. ما عندوش التعقيده، ممكن يقعد الاثنين وبيلعب احسن بيلعب ناشئ عنده 19 سنه. مدرب بينوع لك حلول هجوميه، مدرب هجومي يليق باسم فعلا فريق بطل. اما بقول لك يعني هو بيلعب قدام رودريجو، بتلاقي بيلعب لك جندوجان، بيلعب لك دي بروين، بيلعب لك رياض محرز، بيلعب لك برناردو سيلفا، بيلعب لك
الدبابه هالاند لسه بالمناسبه النهارده احرز هدفين في الدوري الانجليزي، فازوا على ولفرهامبتون 3-0. احرز هو هدفين. عنده بيلعب لك خمسه سته هجومين، غير كانسيلو اللي جاي من ورا، غير ووكر اللي بيزيد كتير. فريق فعلا بطل. عشان كده الناس بتقول جوارديولا احسن مدرب في العالم. ليه احلى الناس حبت برشلونه؟ معظم الناس اللي بتحب برشلونه حاليا حبتها ليه؟ عشان كوره جوارديولا لما فتره التيكي تاكا، شافي، انيستا، بيدرو، صامويل ايتو، كان بيلعبها كلها كانت بتهاجم يا جماعه. كان كفايه كان دويتو شافوا انيستا وميسي، الثلاثي ده كان مثلث رعب. فالناس فالناس اللي تعرف نفسها ليه، تسال نفسها ليه كانت بتحب جوارديولا. ده السبب اللي انا نفسي اشوف فيه النادي الاهلي، إن هو الاهلي يستحق كده، يستحق ان يمسكه مدرب يلعبنا كوره ويمسك على اي فريق كوره. لان الاهلي يا جماعه باي مدرب هيكسب مبدئيا، يعني الاهلي باي مدرب هيمسك الاهلي هياخد بطولات، والتاريخ يشهد. جميع المدربين خدوا معانا بطولات اللي مسكون. بقول لك فاضل حسام البدري، واخد معانا افريقيا، واخد معانا افريقيا، وبقى بافضل نسخه، فاز على الترجي 2012. محمد يوسف ما واخد معانا دوري افريقيا. موسيماني اللي نص الجمهور مش عاجبه موسيماني، هو واخد معانا اتنين افريقيا، واصل نهائي البطوله الثالثه، واصل معانا تالت عالم مرتين. فعايز اوصل يا جماعه ان طبيعي الاهلي هيكسب. وانا بينه وبين كولر مثلا حاجه، ده الراجل اول لسه شايفه السنه دي، مفيش بينه وبينه حاجه ولا عرق. بس انا شايف تغييراته مش، وطريقه لعبه مش بتاعه النادي الاهلي. تغييراته مش بتعجبني. هو ممكن يكون مدرب كويس، بس انا كواحد من جمهور الاهلي، ممكن من الفئه القليله يا عم اللي في جمهور الاهلي، شايف ان هو مش ده اللي يليق باسم النادي الاهلي، مش ده اللي هيلعبنا الكوره اللي انا عايزها كواحد من جمهور الاهلي نفسي يلعبها. طب اقول لك ان امبارح الاهلي كان الشوط الاول وحش جدا، والشوط اللي الثاني الاهلي ما فرقش غير بسبب فيريرا، مش بسبب كولر، مع احترامي لكولر. انت راجل عمل تغيير اللي هما الاثنين، اللي لما طلع، اللي قلتها في الفيديو امبارح، ما طلع اتنين حمزه المسلوسي وطلع عمرو سيزو، بغير في الدفاع بالكامل، غير مكانين يا جماعه. ده طلع عبد الغني وداه باك يمين من قلب الدفاع، ونزل الزناري قلب دفاع. وشوفوا جونين يا جماعه من الثلاثه جايين ما بين الزناري، وجايين ما بينه وبين الزناري ومحمد عبد الغني. يعني هو فريرا اللي بوظ الزمالك، مش هو اللي خسر نفسه، مش كولر اللي عمل حاجه. وكولر الناس اللي بتقول عليه شجاع، انا مش شايف ان هو شجاع. شجاع في ايه؟ الراجل ده كل مباراته من ساعه ما جه الاهلي هي 4 2 3 1، اتنين نص منهم اتنين نص دفاع، اذا كان حمدي فتحي والسوليه، حمدي فتحي وديانج. امبارح يقول لك شجاع انه لعب خالد عبد الفتاح. طب ما خالد عبد الفتاح هو في مين غيره كان يلعب امبارح؟ ناس تقول لك لو كان ممكن لعب هاني عشان هو، لكن شجاعته ان لعب خالد عبد الفتاح قلب دفاع. لا مش شايفها شجاعه يا جماعه، ده العقل بيقول كده. انت لما انت تلعب محمد هاني باك يمين وتنزل خالد عبد الفتاح، يبقى انت كده لعبت في مكانين. واولا هتبقى لعبت في حته خالد عبد الفتاح المباراه ليه؟ الثانيه محمد هاني وديته من مكانه ومش مكانه اصلا قلب دفاع، يبقى انت لعبت في مكانين. لكن لما تلعب خالد عبد الفتاح قلب دفاع، انت غيرت مكان واحد بس، يبقى انت لعبت في مكان واحد. يبقى ده الطبيعي، العقل يقول كده. لكن هو ما عملش حاجه شجاع. طريقه لعبه من ايام حسام البدري. هو مين اللي بيلعب باك يمين في الاهلي؟ ما هو محمد هاني. اتنين قلب دفاع، وعلي معلول طول عمره هو الباك الشمال في الاهلي من قبل كولر ما يجي. وطول عمرها حمدي فتحي والديانجا، حمدي فتحي والسوليه، اتنين منهم بيلعبوا نص دفاع. طول عمرها قفشه مركز 10. طول عمرنا حسين الشحات معروف هو الجناح الايمن، احمد عبد القادر الهجوم هنخش على هجوم كهربا. طب ما كهربا يا جماعه طبيعي يلعبوا. هو الراجل بيقول لك انا ما عنديش مهاجمين، فهو بيلعب كهربا ان هو بيقول لك عشان لو ما اداش كويس، ادينا يا جماعه لعبته كله مفيش حد بيأدي، فالجمهور طبيعي هيطلع يقول كده. هو جرب يا جماعه كل المهاجمين. فهو مش ملاعبه ان هو واثق فيه على قد ما هو ملاعبه ان هو يوري للجمهور ان انا هو لعبت كل المهاجمين، مفيش مهاجم ثابت نفسه، كل المهاجمين بتضيعه. لكن كهربا ربنا وفقه عشان كده، وجات بالمصلحه على مارسيل كولر، ان قال لك الاهلي خلاص. فهو مارسيل كولر طبعا هو اللي بياخد كل الاعجاب، يقول لك ده المدرب الشجاع. لكن هو ملاعب كهربا عشان يقول لك ما فيش، ان ما عنديش مهاجمين. بيقول لك الناس ما عنديش مهاجمين، فبيلعب واحد غايب بقاله سنتين بلاعبه، ده السبب. لكن مش بيلعبه ان هو مدرب مبتكر. وتاني انا والله لو انا شايف ان هو كويس مع انا اول واحد هقول لا ده انا كنت غلطان لمستر كولر. لكن انا بقول الكلام ده كله يا جماعه لان بشوف الاعلام كله العربي شايفنا ازاي، والاعلام الافريقي، واحنا لازم جمهور الاهلي احنا ذاتنا نحس يعني ايه النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي. مدرب مين اللي يستحق يمسك النادي الاهلي بعقليه عامله ازاي؟ احنا نستحق مدرب كبير يا جماعه. احب اقول المقوله تاني، المقوله عجباني بتاع احمد الفيد، وناس ما قالتها غيره، بس انا احب اقولها تاني. يقول لك التاريخ يقول ان فوز الاهلي هو القاعده، وفوز الزمالك حاله شاذه. الفريق الاحمر كعبه عالي، ليس محليا ولا افريقيا بل عالميا، وظهوره المشرف في كاس العالم خير دليل. اتشرف انني عاشق لهذا الكيان. لازم يا جمهور الاهلي تعرف قيمه ناديك، وتعرف انا ليه. اللي بيسمعني لو 10 بيسمعني يعرف ليه انا بحب، اللي انا ليه بنتقد مارسيل كولر كتير. لان انا واحد الحمد لله من الجمهور عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، يعني ايه النادي الاهلي، ومين المدرب اللي يستحق يمسك نادي زي النادي الاهلي. انا شايف كولر ما بيعملش حاجه اضافيه يا جماعه عن غيره كتير. احنا من ايام حسام بدري بنلعب بالطريقه دي، بس قلت لكم بتختلف ان الاثنين الجناحات كورتهم هجوميه شويه ولا لا. اخش على نقطه تانية، نقطه حمدي فتحي.
اللي هو ادى اداء من افضل مباراته مع الاهلي هجوميا امبارح، وطول عمره بيأدي دفاعيا كويس. لكن يا جماعه، هو هل حمدي فتحي، هي دي قاعده ام حاله شاذه؟ اداء حمدي فتحي مباراه امس، هل ده هيبقى حمدي فتحي على طول كده؟ هل حمدي فتحي قبل كده كان على طول كده؟ لا، هي حاله شاذه يا جماعه. ظروف مباراه زاد في كورتين بسبب خطأ فيريرا تاني، ربنا وفق حمدي فتحي وشارك في هدفين، فالناس كلها قالت كولر. لكن يا جماعه، دي مش طريقه حمدي فتحي. وحمدي فتحي بعد كده ذاتكم انتوا ذاتكم مش هتشوفوها تاني، انا بقول لكم اهو مش هتشوفوا حمدي فتحي بيعمل اللي عمله في مباراه الزمالك دي تاني. هي حاله شاذه وظروف مباراه مع اخطاء دفاعيه من نادي الزمالك، فضايح دفاعيه ما بين عبد الغني وما بين الزنار، والسبب في فيريرا. شوف الخطأين هتلاقي الكورتين واخدتهم حمدي فتحي، اول واحده ما بين عبد الغني والزنار، والجون التاني برضه ما بين عبد الغني والزناري، الكره التانيه ما بين الزناري عدت من تحت رجله وقلشت، راحت لحمدي فتحي، جت معديه التاني منه راحت لمحمد شريف جاب الجون. فانا بقول لكم كولر ما عملش اي حاجه اضافيه في مباراه امبارح، بل فيريرا هو اللي فيريرا هو يا جماعه، فيريرا ده هو المدرب عقيم. طب هقول لكم على حاجه، طب ما الزمالك قبلها كان بيلعب بيراميدز في الكاس، بيلعب فريق بيراميدز بيلعب من اول المباراه ناقص لاعب اللي هو اللي انطرد في بدايه المباراه، علي جبر، قام خرج عبد الله السعيد اللي المفروض ان هو بيقف على الكوره. طول ال 120 دقيقه الزمالك لعب وقت اضافي، طول ال 120 دقيقه ما راحوش بالكوره على احمد الشناوي. يعني هو فريق عنده عقم هجومي، يعني مش بقول لك مباراه بيراميدز اهو، فريق بيلعبك ناقص واحد من اول المباراه، ما رحتش عليه ولا جون، بل هو اللي احرز فيك هدف. يعني عايز اوصل لكم ان الزمالك الفتره دي هو واعي يا جماعه، اي فريق يغلبه، ما بالك بقى بالنادي الاهلي اللي الناس بتقول عليه ايه. فالناس ما يعني بعض الجمهور اللي شايفني جاي على كور، والله انا ما قصدي خاص ان انا انتقاد ان انا اعمل حاجه مختلفه عن الناس، بل لان انا شايف النادي الاهلي يستحق حاجه افضل من اللي هو فيه، ويستحق مدرب يكون اجرأ من كولر. ولو انتوا مع الوقت في ناس سماحه هتشوفوا متفاتوا معاه لو تن بطريقته دي، والمباريات جايه مش رايحه. فحابب بقى انهي يا جماعه بحاجه كده، ادي الكام لاعب حقه امبارح برضو، لان الحلقه امبارح كانت سريعه. في بعض اللعيبه كده حابب اديهم حقهم، على راسهم خالد عبد الفتاح، ان انا اول ما انتقدته ما جه للاهلي بامانه احيي الكابتن خالد عبد الفتاح على اداؤه امبارح في مركز قلب الدفاع، لعيب تحس ان هو راجل كده في من احمد فتحي. بس انا يا جماعه ساعه ما علقت اما كنتش منتقد، انا كنت منتقد ان واحد جايب كظهير ايمن، انت جايب الراجل ده كظهير ايمن لان محمد هاني ما كانش بيأدي الاداء الهجومي كويس، فانت بتدور على ظهير ايمن يكون هجوميا افضل. ودي انا هي مش فعلا مش خالد عبد الفتاح، عشان كده انتقدت ما جه خالد عبد الفتاح للاهلي. لكن الراجل هو لعبه بالصدفه، حتى هو بعد المباراه طلع قال لك ايه خالد عبد الفتاح، قال لك مارسيل كولر قعد معايا قال لي انت لعبت قبل كده قلب دفاع، قلت له ايوه لعبتها، قام لاعبني. يعني هي جايه ما جت الصدفه، مش انتوا مش الاهلي درسوا ان هو قلب دفاع ممكن يلعب في المكان ده، ده المدرب ساله بيقول لك بقى قبل المباراه انت لعبتها قبل كده، قال له ايوه لعبتها فلعبها. فيوصل لكم ان انا لما كنت انتقدته كواحد المفروض ان احنا بندور على ظهير ايمن باداء هجوم، ودي مش في الكابتن خالد عبد الفتاح، لكن هو في قلب الدفاع امبارح قدم مباراه ولا اروع بامان. فلازم احييه الكابتن، احيي الكابتن خالد عبد الفتاح. اليو ديانج واخد حقه منه ومن غيره، مش محتاج تحيه، لكن اليو بامانه افضل لاعب في الاهلي هذا الموسم بالنسبه لي هو اليو ديانج. اللاعب الثالث اللي حابب احييه علي معلول، اسرع دليفري في مصر، ملك الحلول ده يا جماعه. زي ما قلت لكم في اول حلقه ليا، اول حلقه عملتها قلت لكم علي معلول ده بالنسبه لي جت فتره كان من افضل 5 ظهراء ايسر في العالم، والناس ما هتختلف معايا ما تكبرهاش قوي كده، لكن انا والله رايي وهيتن عليه ان علي معلول افضل ظهير ايسر على الاقل جه الدوري المصري، جه النادي الاهلي في التاريخ. وهتن على رايي ده يا جماعه، راجل بيديك مساحات على طول ما شاء الله، لياقه بدنيه على طول، فاتح لك مساحات في الجبهه الشمال، مش بيزيدوا الكره معاه بس، لا انت ممكن الكره ما تبقاش معاه تلاقيه فاتح مساحه. انا شفت الجون الثالث اللي جاي الراجل في الدقيقه 90، وكان المفروض ان هو مصاب قبل المباراه، شوف ده 90 ما شاء الله رايح حمدي فتحي بيلم اللاعب بالصدفه، الناس بيقول لك بيوصل علي معلول، حمدي فتحي بيلم اللاعب بالصدفه فاللاعب عمل حجزه، لا علي معلول جه من ورا ما كنتش بصل علي معلول، فعلي معلول ما شاء الله جاي قطر من ورا، لعبها لمحمد شريف ولا اروع، محمد شريف احرز بيها الهدف الثالث. فعلي معلول ده يا جماعه من الناس والله اللي اتعمل لها تمثيل في النادي الاهلي، ده بقى اسطوره زي بالنسبه لي زيه زي من مقام ابو تريكه بركات وائل جمعه. علي معلول ده بالنسبه لي خلاص بقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي، لو اعتزل بكره خلاص ده علي معلول ده اسطوره، اسطوره من اساطير النادي الاهلي. اللاعب التاني حابب احييه برضو يا جماعه عشان ياخد حقه الفتره دي برضه، انه متالق كابتن حسين الشحات، ده اكتر واحد انتقد في الفتره الاخيره من ساعه ما جه، مش الفتره الاخيره وبس، ان هو اداؤه مش ثابت. لما انا بقى بالنسبه له تقريبا كده 7 8 مباريات اداء حسين الشحات مع الاهلي بامانه اداء ثابت، وانا احب احييه على اداؤه في الفتره الاخيره. وانا شايف برضه ان ممكن تستغله في بعض المباريات التانية زي ما قلت قبل كده، ظهير ايمن ممكن يستغل في المركز ده، او يلعب عارف في مركز اللي هو تحت راس الحربه وتلعب قفشه 8، الطريقه اللي انا هحارب وهتنى وطول اخبط في المدير الفني لحد ما هشوفها بتتلعب في الاهلي، لان انا شايف هو النادي الاهلي يستحق لعب بطريقه زي دي،
احنا يا جماعه لازم نلعب زي مانشستر سيتي. انا بقول لكم مستحوذ عن انجلترا بالطريقه دي، لانه احنا لازم النادي الاهلي في افريقيا اقوى من مانشستر سيتي بالنسبه لاوروبا. يعني احنا كنادي اهلي بالنسبه لافريقيا احنا اعلى من مانشستر سيتي بالنسبه لاوروبا. ونمسك كوره على اي فريق في افريقيا. عندنا الاهلي بيجيب اقوى الصفقات، عندنا افضل لعيبه، مصمم ان الاهلي عنده افضل لعيبه في الدوري المصري وافضل لعيبه في افريقيا. عشان كده انا بقول لكم الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله اللي جاي بقى هو اولا في الاهلي او يكون افضل ان شاء الله، وكولر يحرجنا ويؤدي افضل اداء للاهلي اذا كان معاك في كاس العالم للانديه اللي هيبدا ان شاء الله 1 فبراير او بعد كده. هي اكتر واحده ما حدش الحمد لله ما حدش هيزاد على اهلاويته. كل اصدقائي المقربين لي عارفين يعني ايه انا عاشق للنادي الاهلي ده. بس انا بقول كده والله وبنتقد من دافع حبي للنادي الاهلي. انا راجل معجون بميه الاهلي من صغري، كل اللي عارفني عارف اللي انا بقول الكلام اللي انا بقوله ده. ففي نهايه الحلقه ألف تاني أحب أبارك لنادي مقررة على فوزه على نادي الزمالك امبارح تصدروا الدوري. ويا جماعة الأهلي فوق الجميع، الأهلي فوق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.